ظل فهم موضوع الخلافة الإخوان يسعون إلى أن تكون الأمة العربية والدول العربية كلها متحدة في نظام ما هيتفقوا عليه، ويسعون إلى أن تكون الأمة الإسلامية كلها متحدة. هيبقى في نظام ما ممكن يبقى زي أوروبا، الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لغاية دلوقتي ملوش رئيس، عندهم حساسية، ويمكن برضه لو عملنا اتحاد عربي ما بقاش رئيس. فنحن مع الوحدة العربية لأن دي أمل، ونحن أبعد من هذا مع الوحدة الإسلامية، بس سميناها إيه؟ إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية. ثم يأتي بعد ذلك إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية، ثم يأتي في نهاية المطاف أستاذية العالم. اسمح لي، ما موقف جماعة الإخوان، الجماعة التي تنتمي إليها، مما حدث لك؟ أنا أنتمي لجماعة الإخوان، وأنا تربية إخوان وأفخر بهذا. لا تقولوا يا صحابة يبقى عندنا شورى وعندنا ديمقراطية. لا مفيش ديمقراطية، عندنا شورى. بس دي ديمقراطية. احنا معنا ولا ديمقراطية؟ احنا اللحمة بتاعتنا الخرفان والبقر والجاموس والجمال والبط والوز. الخنزير مش بتاعنا. انا عندي بط ووز ولحمة وبقر، مش عايز كل ده. راح تمسكني بالخنزير؟ ايه الديمقراطية؟ ده ما هو الديمقراطية. انا عندي الشورى وامر الشورى بينهم وشاورهم. بعدين ايوه معلش ما تقول ديمقراطيه. ليه اقول ديمقراطيه؟ ليه ديمقراطيه؟ اروح اخد حاجه من بره ليه؟ لما ما اكونش في بيتي اكل اروح اكل بره، لكن بيتي فيه اكل نظيف واكل حلو واكل جميل ومراتي اللي عاملاه بايديها ومسميه ربنا عليه، اسيب انا لو هدور على سندوتش تاني مقرف معمول في زيت خنزير ولا ايه ده؟ ايه وليه التبني ده؟ ديمقراطية. ايه ديمقراطية؟ انا مالي ومالها دي؟ ديمقراطية دي قايمة على كفر والعياذ بالله. ايوه اي حاجة نعملها، اللي عايز راجل يتجوز راجل يرفع ايده، اللي يوافق خلاص، هي ديمقراطية كده. ايوه الاغلبية، مفيش حاجة فيها. احنا عندنا في الشورى لا، الحاجة اللي ورط فيها نقص ما فيهاش شورى، ما فيهاش شورى خالص. ما نجيش نقول ايه احنا عايزين نخلي الصلوات الخمسة 3، اللي موافق يرفع ايده. ايه انتوا ايه الهبل ده؟ لا مفيش كده. الحاجه اللي فيها نص ما فيهاش حاجه اسمها شورى. لا ديمقراطيه كله شغال، واللي مش موافق اسمه معارضه. ما عندناش معارضه في الاسلام. فالامر ايه؟ الامر وقت فتن، واللي يقول لك ان السلفيين ده مثبطين والله كذب، والله كذب. والامه لا توصل بمثل عمار الشريعي وعزبلبع ومش عارف ايه والكلام ده كله. ده كله ده، والعيال اللي يقول لك انا ماركسي واللي يقول لك كذا واللي يقول لك كذا، الفرافير دول ايه صحيح ايه؟ فانضبطوا يا اخوه باحكام الشرع، انضبطوا باحكام الشرع. واحده بني ادمه منتقبه قاعده قدام الكاميرا عشان تخاطب الملايين، وقالوا اننا راينا هذا في بعض القنوات. ما هو ده من الخبل، هذا من الخبل الذي نعيشه الآن. بأي دليل تخرج امرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنبات الأرض؟ وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه؟ العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس. أي امرأة مع احترامي يعني عشان ما فيش واحدة تفكر ان انا بفطس في الكل، اي امرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية. ما فيش امرأة دارسة العلم على اصوله. ليه؟ لان الجهل فاشي في النساء، معروف الجهل فاشي في النساء. ماذا نفعل إذا تم المساس بالمادة الثانية؟ في هذه الحالة سنعلن عن الجهاد في سبيل الله مباشرة إن شاء الله، إن شاء الله. مسألة تطبيق الحدود، كما نقول أن الحدود تكون بعد ما أملك الأرض. لما أملك الأرض أولا ثم أضع الحدود حولها. لا بد من تطبيق الحدود.
لما تيجي تتكلم هنا يعني شيء مدهش، حتى ربنا نزع الرحمة من هذه القلوب. حكم دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين. لا يجوز شرعا ان يدفن غير المسلم في مقابر المسلمين حتى لا يتأذوا بعذابه في القبر. يقول لك ايه؟ يقول لك لما تبقى في امرأة كتابية يعني مسيحية او يهودية تموت وهي حامل من مسلم. شوف الإجرام اللي لا دين ولا شرع، اقسم بالله لا دين ولا شرع ولا الشرع ولا محمد ولا اي حد والكلام ده تبقى بطنها الطفل يتحط في مكان تاني حتى لا يتأذى بعذاب امه. هكذا يفكر جماعة الإخوان المسلمين وهم خلف السلطة. فما بالك لما يبقوا في السلطة. على هذا المجتمع ان يصحوا. نحن مقبلون على خطر واضح وفادح، خاصة ان اخواننا الاعلاميين ونس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدأ يتعامل مع كل الناس بشكل متساوي، وبالتالي الاخوان ضمن كل هذه الفئات وصلهم رسالة خاطئة تقول ان الدولة تريد التعامل مع الاخوان وتدفعهم في الاتجاه للامام، فنحن نزايد عليهم ونستقبلهم في تلفزيوناتنا ليقولوا كلاما يخالف كلامهم الاصلي، ولا يجد من يواجههم بهذه الاسئله. ومن ادراك دكتور عبد الرحيم لما نتكلم عن الحكومه الاسلاميه في نفس المجله، اول شرط في الحكومه اللي تحكم مصر ان يكون عضو الحكومه مسلم، بس مش مسلم وبس، مشهود له بالتقوى. طب الشهاده انا كنت اخد الختم منها منين؟ على الاخوان المسلمين. يعني لازم اخد الختم منها ان اول حاجه تعملها الدوله دي تروح تستنقذ الاقليات الاسلاميه في جميع بلدان العالم. يعني اخد الجيش المصري كده واروح بقى الفلبين واروح سيبك من القدس، اروح الفلبين واروح الشيشان استنقذ المسلمين ويبقى تحرير هذه الارض ده انه اطالب بحماية الاقليات وتدخل لحماية الاقليات في البلدان الاوروبية المسلمة. طب الاقليات المسلمة، طب ماذا لو هو تدخل لحماية الاقليات المسيحية عندنا؟ يعمل ايه؟ وماذا لو جيب اساطينه كده عشان يواجه اساطيننا بقى؟ ما انت عايز تحمل اللي عنده وهو عايز يعمل اللي عندك بقى، يعمل ايه؟ شيء مدهش. على الناس ان تقرأ جيدا، المثقفين المفكرين عليهم ان يواجهوا هذه الجماعة بهذا الكلام قبل ان تقع الواقعة، قبل ان تذهب الست شهور، قبل ان تذهب الانتخابات، قبل ان نفاجأ بحكم المسلم المعتدل. المسلم المعتدل احنا لدينا الاسلام المعتدل. هم معقولين الكلام ده ولا شفناه؟ وانا ابويا راجل ازهري وناس كتير واتعلمت على ايد ازاهره كتار، وكل الناس المحترمه، الشيخ شلتوت والمراغي ومحمد عبده والدكتور عبد العال السعيدي والغزالي الصغير والغزالي الكبير والامام ابو حنيفه والامام احمد محمد والدكتور عبد الحليم محمود، كل الائمه الاربعه، جعفر الصادق امام الشيعة، ما فيش حد قال هذا الكلام. طيب دكتور عبد الرحيم، لماذا لم تقرأ استضافة هؤلاء في هذه القنوات على انه توجيها؟ احنا كان معانا في الايام الماضية بعض الفقهاء الدستور وقالوا ان هناك علامة استفهام على انه نص اللجنة اللي بتعدل مواد الدستور، وانا بقول نص لان 2 من ضمنهم رئيس اللجنة لهم انتماءات اسلامية سياسية. ده فيهم واحد عضو مكتب الشيء اللي هو دكتور المستشار صبحي صالح. مش مستشار ولا دكتور، ما خلينا بقى نقول بصراحة، ده محامي ارياف من اسكندرية، محامي من اسكندرية، يعني حتى ما عنديش مكتب في القاهرة. طب يعني نحن نكافح يعني قيمة قانونية، يعني مع الاعتذار الشديد لكل القانونيين في مصر، لدينا الدكتور ابراهيم درويش، طبعا لدينا الدكتور احمد كامل ابو المال، دكتور يحيى الجمل، لدينا الاستاذ الدكتور يحيى الجمل، هذا الفقيه القانوني الدستوري دكتور العظيم، عندنا الدكتور بدوي. لماذا الاصرار على عضو مجلس شورى لجماعة الاخوان المسلمين ليس معه دكتوراه، ليس مستشار ولم يعمل في المستشار وهو محامي؟ لماذا الإصرار على عضو مجلس شورى لجماعة الإخوان المسلمين ليس معه دكتوراه، ليس مستشار ولم يعمل في المستشار وهو محامي؟ لماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ردي على بيان إخواني الأعزاء من الإخوان المسلمين حول أحداث يوم الخميس 3 فبراير. نطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، وآرائنا وأفكارنا واضحة تماما. الله غايتنا
الرسول قدوتنا، القرآن دستورنا، الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. فإن قيل لكم هذه السياسة قولوا هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف هذه التسميات. فإن قيل لكم هذه السياسة قولوا هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف هذه التسميات. فإن قيل لكم هذه السياسة قولوا هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف هذه التسميات. بتقولوا احنا نتفق اتفاق تام مع الرغبة الشعبية الواضحة في ان تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية، مدنية ديمقراطية، مدنية ديمقراطية. يا ناس، وليه ما نقولش دولة اسلامية؟ ايه كلمة مدنية يعني؟ يعني ليه ما تكونش دولة اسلامية بتحكم بالاسلام وبتحكم بشرع الله؟ اللي مش عاجبه يقول يا رب انا مش عاجبني شرعك، يبقى كافر مرتد عن الاسلام، 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 يبقى كافر مرتد عن الاسلام. مصر دولة اسلامية يطبق فيها الشرع، لكن ما نقعدش نقول احنا ماشيين مع الرغبة الشعبية للناس على مصر دولة مدنية، وبعدين ديمقراطية، وبعدين ديمقراطية، وبعدين ديمقراطية، وبعدين ديمقراطية، وبعدين ديمقراطية. يا ناس، الحكم على الشيء فرع من تصوره. الديمقراطية قايمة على اسس كفر، قايمة على اسس كفر. الديمقراطية قايمة على اسس كفر، قايمة على اسس كفر. الديمقراطية قايمة على اسس كفر، قايمة على اسس كفر. مبدأ الحرية الشخصية المطلقة، مبدأ حرية تشكيل الاحزاب والتجمعات السياسية، وده اكبر غلط. وبرضه البيان يقول حرية تكوين الاحزاب. يا ناس، لو طلع واحد اكفر الكفرة ورشح نفسه وانتخبوه، ان شاء الله يعملوه رئيس حتى، ويطلع لنا واحد يقول لك انا اقبل بيه حتى لو كان صليبي او كان كذا او كذا، دي حتى لو كان صليبي او كان كذا او كذا، دي حتى لو كان صليبي او كان كذا او كذا. فاحنا ادي مبادئ الديمقراطية كلها كفر، كلها كفر، كلها كفر، كلها كفر، كلها كفر. نقوم احنا نقول للناس، واحنا اتجاهنا اسلام، اخوان مسلمون، نقول احنا مع الاكثرية الناس اللي بتقول الديمقراطية لانها رغبة شعبية واضحة. احنا مش مع الناس، احنا مش ماشيين مع الناس اللي عايزينه الناس هنعمله لهم، لا، احنا كاخوان لنا مبادئنا ولنا قيمنا الاسلامية معروفة عند الناس كلها. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، لا لحزب قد عملنا نحن للدين فداء، فليعد للدين مجده او ترك منا الدماء، 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 فليعد للدين مجده او ترك منا الدماء. بمنتهى الوضوح كده. اسال الله ان اكون اخلص ضميري امام الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.